السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وكان حسن الخلق، كان حسن الخلق. أذكر أنه صلى يوما العشاء في مسجد ضليعة في الوقت الذي كان يبنى فيه مسجده، يعني يرمم من جديد، يبنى من جديد. فكان في مسجد اسمه مسجد ضليعة تقام فيه الدروس، ودل المصلين من طلبة الشيخ، دل المصلين من طلبة الشيخ، لأنه كان يطيل الدرس الشيخ بعد العشاء، بعد أذان العشاء، فالذي يريد أن يصلي ويمشي ما يصلي في مسجد الشيخ، يصلي في مسجد آخر. فلما صلى العشاء الشيخ قدر الله تبارك وتعالى أن الشيخ أخطأ في سورة الزلزلة وهو يقرأ، الشيخ حافظ القرآن لكن فأخطأ في سورة الزلزلة، فرد عليه كل أهل المسجد، لكنهم حافظينها، كل أهل المسجد ردوا عليه. فلما قضيت الصلاة وأكثر الحاضرين، يعني 90% يمكن من الحاضرين من طلبته، والشيخ مربي رحمه الله تعالى، فقال هذا لا يصلح، كل المسجد يرد، لا يصلح، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، فإذا أخطأ الإمام يرد عليه الذي خلفه فقط، إذا لم يرد الذي بجانبه، أما أن يرد كل أهل المسجد هكذا بهذه فوضى، هذا لا يصلح. يؤدب طلبته، يعلمهم كيف يفتحون على الإمام. وقدر الله في شايب وظن ليس ما يعرف شيء قطعا يقينا طبعا، بس لا يذهب من أهل البلد أو لا، يصلي بأطراف المسجد طرف، ويقوم يتعكز على عصاه ومعص زعلان، شلون الناس تصلح لك وتهاوشهم بعد زعلان على الشيخ. فقام ولا يقول لا والله ودك اللي ما يعرف يقرأ ما يصلي بالناس يعني بدل ما تهاوش الناس انت ليش متقدم يودك اللي ما يعرف يقرأ ما يصلي بالناس. فالشيخ ضحك وسكت، ما رد عليه الشيخ، سكت وتركه، قال الكلمة اللي عنده ومشى ذلك الرجل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.